السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة قرقش الصاج الواحد. هنعملها بطريقة جميلة وجديدة. هنعمل العجينة ونفردها مرة واحدة في الصاج من غير تعب ولا مجهود. الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا. هتطلع معاكي هشة وبتقرمش وبتدوب في البق دوبان. بصوا ما شاء الله، هتعملوها بقى بسرعة الصاروخ. الكمية دي كلها اللي انتوا شايفينها من نص كيلو دقيق. بصوا ما شاء الله على الجمال وعلى اللون، وطعمها وريحتها خطيرة. بصراحة حاجة تحفة جدا. مفيش بقى فرد ولا نعمل رولات ولا نقطع ولا الكلام ده. حاجة سهلة جدا. تقدروا تعملوها بكل سهولة، وتقدر أي بنوتة تعملها بسرعة. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. معايا معلقتين من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعايا ربع كوباية من المية الدافية. أنا معايا نص كوباية، هنزل بربع بس. بعد كده هقلبهم عشان اتأكد ان الخميرة نشطة. بعد كده هركن الخميرة على جنب. وبعد كده هجيب البولة معايا وانزل بنص كيلو من الدقيق، عليه معلقة خليط من الشمر واليانسون صحيحة، ونص معلقة من الملح الأبيض. بقلبهم كده مع بعض كويس. ومعايا هنا أنا بوريكم الزبدة. معايا هنا كوباية إلا ربع من الزبدة. هسيبها بس تفك في الميكرويف. ومعايا معلقتين من السمسم. بقلبهم كويس كده مع بعض. كده انا بوريكم الزبدة او السمنة البلدي. هكمل الكوباية بقى زيت. الخليط اللي معايا المادة الدهنية معايا كوباية. سمنة على زيت، زبدة على زيت، سمنة بس، زيت بس، اي مادة دهنية متاحة عندك مفيش اي مشكلة. خلاص كده. انا هنا حطيت برضو في الخليط، حطيت ريحة الكعك، يعني انا حطيت ريحة كعك وشمر وينسون. دي تقدروا تستغنوا عنها، لكن انا بحبها في القرايش اذا كانت بسادة او بالعجوة. بفضل ابس في العجينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، واتأكد ان حبيبات الدقيق كلها اتغلفت تماما ومفيش ولا نقطة دقيق باينة من العجين. كلها اتبست لحد ما اغلف حبيبات الدقيق كلها يا بنات. في فيديو تاني انا عامله لكم القراقيش بدون بس وبدون اي حاجه، وعاملاها اقتصاديه جدا. هنزلها لكم برضو ان شاء الله باذن الله، عشان اللي حابب يعمل القراقيش الاقتصاديه بدون بس ولا عجن ولا الكلام ده، واللي حابب يعملها كده برضو يعملها. خلاص. لحد ما اضغط معايا الاقي معايا العجينه اتكونت بالشكل اللي انتوا شايفينه. في المرحله دي هجيب خليط الخميره زي ما انتوا شايفين، كان عمل فقاعات معايا كده. وهنزل بقى بالخليط ده. وبرضو تاني هبدأ أعجن. انا مش بعجن يا بنات. انا مجرد ما انا هنزل دلوقتي بشويه بالحليب. انا بشوف دلوقتي كده العجينه هتحتاج معايا قد ايه. خلاص. انا هنا ممكن اضيف الباقي ده كله ميه، يعني معايا نص كوبايه. بنزل بيها شويه بشويه ميه او نص كوبايه من الحليب. انا كان عندي حليب نزلت بشويه وشويه يا دوب، نقطتين نقطتين كده. بنزل بالتدريج لان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. خلاص. بنزل بالحليب والميه او الميه لحد ما ايه، لحد ما الحليب او الميه اللي انا بعجن بيهم يختفي بس. ما بعجنش. انا يا دوب بخلي العجين الميه او الحليب يختفي. اتفقنا مفيش عجن. لحد ما الحليب بيختفي ببتدي اشيل ايدي من العجينه عشان ما اعملش عرق للعجينه. طالما اتحطت السوائل ما ينفعش اعجن عشان العجينه ما تنشفش وتعضم معايا، لان النواعم ما بتحتاجش عجن كتير. خلاص. انا كده بس ايه، بتوه الميه او الحليب اللي انا نزلت بيهم. زي ما قلت لكم تقدروا تعجنوا بحليب او بميه. انا كان عندي شويه حليب كده، عجنته. خلاص. كده انتوا شايفين العجينه، بصوا انا بقطعها قدامكم ما فيهاش عرق خالص. بوريكم ان ما فيش عرق خالص للعجينه. خلاص كده العجينه بقت تمام. في المرحله دي هسيبها اركنها ترتاح شويه. هي مش هتختمر خالص، انا بريح العجينه بس.
معايا نقطة زيت اللي هي باقي في الكوباية نقطة كده، حطيتها على الوش وهغطيها ترتاح. انا كده هنا بوريكم بعد ما ارتاحت بربع ساعة بس. انا هنا بقسم العجينة النصين، ممكن توزنوها، ممكن تقسموها كده، يعني مجرد ان انتوا تشوفوها كده بعينيكم وخلاص. جبت الصاج بتاعي وببدأ بقى افرد فيه العجينة. اول حاجة انا جبت كيس بلاستيك، كيس تلاجة عادي جدا، او مفرش سيليكون او ورقة زبدة. طبعا انا جبت كيس التلاجة لان ده المتاح عندنا كلنا. فردته بالمقص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهم حاجة بحطه فوق الصينية الاقيه واخد شكل الصينية بالظبط عشان ما يتعبنيش ويغلبني. انا اخدته بشكل الصينية، حطيت قطعة العجينة معايا. طبعًا ممكن تدهنوها سمنة وممكن ما تدهنوهاش أي حاجة، أنا ما دهنتش أي حاجة. وبعد كده نزلت بقطعة العجينة، وبدأت بعد كده أفردها بكف إيدي شوية، وبعد كده بالنشابة. طبعًا عشان يبقى السطح متساوي، تكون كلها مضبوطة قد بعضها، ما يكونش فيها هضاب وتلال وطالعة ونازلة والكلام ده، باحط كيس بلاستيك معايا بابدأ أفرد بالنشابة بقى. وكمان الكيس البلاستيك ما بيخليهاش تلزق معايا. زي ما قلت لكم ناخد نص العجينة في الصاج بالشكل اللي انتوا شايفينه. ببدأ بعد كده احط عليها الكيس البلاستيك، بيخلي السطح معايا متساوي. ببدأ افردها. هنا معايا العجوة. العجوة دي يا بنات انا قلت لكم انا عاملاها فيديو على القناة، اللي عايز يشوفها بالبلح الرطب انا عاملاها في البيت. ببدأ بعد كده اجيب معلقة من السمنة، حطيتها الاول في الميكرويف لاني لسه شايلاها من الفريزر. فكت معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كأنها لسه معمولة طازة. بضيف لها معلقة سمنة وبفضل اعجن فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو هتجيبوها من برّه لازم تجيبوها من حد يكون ثقة. خلاص. أنا بعد كده حطيت كيس بلاستيك، الكيس اللي أنا شغّالة بيه تحت العجوة، وبدأت أفردها بإيدي شوية كده، وحطيت كيس تاني وبابدأ برضه بالنشابة وأفردها زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، عشان برضه تكون متساوية والسطح بتاعها يكون متساوي معايا. بُصّوا بافضل أفرد فيها أخلّيها كلّها سمك واحد، ما تكونش فيها أي حتت طالعة ونازلة. عشان القراقيش ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية. اتفقنا. بخليها كلها سطحها زي بعضه واملس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبدأ بقى اجيب العجوة انزل بيها على عجينة القراقيش، واي حتة زيادة يا بنات من العجوة اخدها واخبيها، احطها في اي منطقة تانية ما يكونش فيها حتة تانية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اي حتة زيادة بشيلها في الصاج وبعد كده بحطها على ايه، لو في حتة تانية ما فيهاش عجوة. خلاص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. سويتها كلها زي بعضها وعلى قد بعضها. طبعا انتوا شايفين الصاج معاكوا شكله عامل ازاي. اهم من الشغل ضبط الشغل. تظبطوا الدنيا كده وتخلوا الحاجة متساوية وشكلها مظبوط جدا. خلاص كده بركنها على جنب. برضو بكرر نفس الحركة تاني. بجيب الكيس البلاستيك وبحط عليه القطعة العجينة التانية. احنا قسمناها نصين، خدنا نص فردناه في الصاج، والنص التاني هو ده. حطيت الكيسة البلاستيك، وبعد كده حطيت العجينة فردتها بإيدي شوية، وبعد كده ببدأ أفردها تاني بالنشابة. أفردها على حاجة نفس مقاس الصاج بالظبط زي ما قلت لكم، ورق زبدة أو مفرش سيليكون. مفرش سيليكون مش موجود عند ناس كتير عشان بيبقى غالي، أو كيس بلاستيك زي ما انتم شايفين كده. بفردها بمنتهى السهولة والبساطة، وباخدها بعد كده بنزل بيها فوق العجوة. بافردها بكل أريحية زي ما انتم شايفين، ما فيش أي مشاكل خالص. وبعد كده بإيدي وباحاول أساوي الأحرف وأشوف العجينة كلها متساوية والّا لأ. هنا بقى بابدأ آخدها تاني أنزّلها فوق العجوة، وأبدأ أعملها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. أي زيادات بقى باضغط عليها زي ما انتم شايفين كده، وباحاول أساوي الصاج. برضه تاني باحط الكيس البلاستيك وباحاول أساويها كلها زي ما قُلت لكم، عشان تبقى كلها متساوية زي بعضها. بامشّي النشّابة في قلب الصاج واتأكد إن العجينة ما فيهاش أي هضاب ولا أي حتت عالية ولا الكلام ده. بعد كده بصباعي بقى هاحاول أقيس قد عقلة أو عقلة ونُص كده، وأبدأ أقطّع بالشكل اللي أنتم شايفينه. هنا أنا نسيت الأول
احط لها صوص التغطيه. بنجيب معايا مثلا شويه من الحليب او شويه من الميه، وببدا بعد كده ايه، بالفرشه كده، او بعد كده بغطي العجينه كلها، بدهن العجينه كلها. ليه؟ عشان تخلي لي العجينه كلها لون واحد. وعلى فكره لما عملتهاش دي برضه عملتها في قرقش تانية وبرضه كانت كلها لون واحد، ما تقلقوش. بس انا عملت الحركه دي عشان احط السمسم والسمسم يلزق. خلاص. بعد كده بقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين، لو حابين تصغروا الصوابع عن كده صغروا، مفيش اي مشكله. انا هنا بفصل من على الاحرف كده عشان تبقى معايا كلها شكلها جميل. بقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين على قد العقلة كده. انا سبت العجينة في المرحلة دي نص ساعة معايا بترتفع، بس مش بتختمر يا بنات، القرقيش ما بتختمرش، بترتفع بس. زي ما انتوا شايفين حجمها بيتضاعف شوية بالشكل ده. حطيتها في فرن سخن على درجة حرارة 180، بتفضل معايا في الفرن لمدة ربع ساعة مثلا او تلت ساعة، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا شوفوا الشكل وشوفوا جمال القرقيش. بتطلع من الصاج زي ما انتوا شايفين بكل سهولة، انا ما دهنتهاش زيت ولا دهنت صاج سمنة ولا اي حاجة. بصوا ما شاء الله على ريحتها، ريحتها تحفة جدا، وطعمها كان وهم. بصراحة كل اللي دقها شكر فيها جدا. بصوا الشكل بقى، وكلها متناسقة وقد بعضها، وشكل بعضها ما فيهاش اي مشكلة خالص. وبتتعمل بسرعة جدا، بسرعة الصاروخ، ما بتاخدش معانا اي وقت خالص. يعني تقدري تعمليها باستمرار. والنص كيلو زي ما انتوا شايفين طلع معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هنا بابدأ أشيلها بقى زي ما انتوا شايفين كده، أنا عشان أوريكم بتتشال بكل سهولة ازاي. وبصوا السوا بتاعها ما شاء الله. أنا بوريها لكم من تحت ومن فوق، السوا كله لون واحد، أخده لون واحد من فوق ومن تحت. بنشيلها كده وبنفصلها من بعضها، وبنرصها بالشكل ده. جربوها بقى يا حبايب قلبي، الوصفة دي هتعجبكم جدا وهتريحكم جدا. للناس اللي ما بتعرفش تعمل رولات ولا تقطع، ولا فاكرة ان القرقيش بقى هتزهقنا وهتاخد وقت، لا هتعملوها سهلة جدا. هتنفع معاكم بقى مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن، بصراحة تحفة. يلا حبايب قلبي جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان لما انزل اي وصفة يوصل لكم اشعار بيها على طول. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبإذن الله أشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.